السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث الثانوي. يا رب تكونوا بخير كده يا رب، والمنهج يكون خفيف عليكم في بدايته ويكون كويس. عارفك مطحون مستر، مش قادر يا مستر، التاريخ مبهدلني يا مستر، مش عارف اذاكر، ما بعرفش احل، ما بعرفش اعمل اي حاجة، بذاكر واحفظ الدرس ما بحلش. اكيد العيب فيا. لا يا قلب المستر، العيب مش فيك، العيب في اللغة العربية يا باشا. حضرتك بيجي لك لغويات الكلام. احنا شفنا شكاوي كتير جدا بسبب الموضوع ده. طيب الحمد لله احنا لسه ما حلناش مع بعض، هنحل مع بعض باذن الله. هتلاقي الحل بتاع حضرتك محفظك الدرس. تمام تمام. يعني انت دلوقتي المشكله فيك؟ لا يا قلبي مش فيك. المشكله في ايه؟ المشكله في ان انا مش فاهم بعض اللغويات في اللغه العربيه، فمش عارف افهم السؤال، فمش عارف اجيب نواتج التعلم او الاجابه. طيب دي شغله مين؟ دي شغلتنا احنا. احنا اللي نوصل لك الكلام ده، واحنا اللي نعرفك الكلام ده، واحنا اللي نخليك داخل الامتحان تجيب 60 من 60. تمام تمام. طيب خلصنا مع بعض وصول محمد علي الى الحكم، وازاي محمد علي قدر ان هو يصل الى الحكم ويتخلص من كل المنافسين للحكم بعد ما تخلص من الزعامه الشعبيه والمماليك اخر المنافسين على الحكم. فيبدا محمد علي يقول لك بس خلاص انا عايز ابني الدوله. دوله ايه يا عم محمد؟ قال لك دوله مصر الحديثه. تمام. فاحنا النهارده هناخد مظاهر بناء مصر الحديثه. يعمل ايه الحاج محمد علي ويعمل ايه في الدوله، ويقدر ان هو هيخلي الدوله قويه ولا مش هيقدر؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده باذن الله. يلا بينا يا باشا. طيب تيجي تبص، الدرس ده طويل فاحنا هنقسمه لك على حصتين باذن الله. كنت ناوي اشرحه لكم على حصه والله. نبص على محمد علي. قال لك محمد علي بيبص، قال لك احنا لازم ننافس الدول الاوروبيه. طيب انت هتنافس الدول الاوروبيه ازاي؟ قال لك دلوقتي محمد علي لما بص على فرنسا، قال لك فرنسا عندها قوميه فرنسيه زي الفل، ودول اوروبا عندها ثوره صناعيه. فدول اوروبا كانت بتعمل تصنيع او بتاخد الماده الخام تصنعها وتيجي تبيعها. فانا دلوقتي بشتري منين؟ من اوروبا. لا انا مش عايز اعمل كده. امال انت عايز تعمل ايه يا عم محمد؟ قال لك انا عايز اعمل نفسي بنفسي، يعني انا عايز ابني القوه الذاتيه. ايه ده ذاتيه؟ يعني انا نفسي بنفسي. طيب يعني ايه الكلام ده برضه؟ مش فاهم. يعني انا عايز كل حاجه تكون بتتصنع في مصر، وكل حاجه بتتزرع في مصر، وكل حاجه موجوده داخل مصر، مش عايز استورد حاجه من بره. تمام. يعني محمد علي هيفكر ان هو يقلل الواردات. طب معنى ان انا اقلل الواردات وهعمل قوه ذاتيه يبقى انا هبدا اصدر، يعني هيزود الصادرات. طيب يعمل كده ازاي محمد علي؟ قال لك محمد علي هيطبق نظام اسمه نظام الاحتكار. يعني ايه احتكار؟ قال لك يعني الاشراف على الانتاج والاقتصاد جمله وتفصيلا. طيب فتيجي تبص، استنى عشان نشرحها في حته تانية، ورقه وقلم. الحاجات دي بره المنهج ولكن هتنفعك. انا دلوقتي محمد علي قال لك يا عم الحاج انت عشان تنافس انا عايز اعمل منافسه الدول الاوروبيه. ازاي بقى هتنافس الدول الاوروبيه؟ قال لك دلوقتي انت عشان تشتغل في حاجه فانت لازم تبص على 3 حاجات. اول حاجه الجوده، السعر مقابل الجوده. طيب فمحمد علي بيبص، قال لك دلوقتي الجوده لازم اعمل على تحسينها. طيب والسعر لازم يكون سعر منافس. اشمعنى؟ قال لك دلوقتي انا رايح ابيع للدول الايه؟ الاوروبيه. فالناس ده تدور على جوده وسعر. لو انا الجوده بتاعتي شبه جوده اوروبا والسعر اقل، يبقى مين اللي هيبيع اكتر؟ محمد علي. فمحمد علي دلوقتي يبدا يفكر في الجوده وايه؟ والسعر. فيجي محمد علي يقول لك انا عايز اعمل احتكار. مستر يعني ايه احتكار؟ يعني محمد علي قال لك شايف محلات الموبايلات دي كلها؟ بتاعتي انا. شايف التجاره دي كلها؟ بتاعتي انا. شايف المصانع دي كلها؟ حلو، بتاعتي انا كمان. تمام؟ طيب فيبدا محمد علي يقول لك تعريف نظام الاحتكار هو ايه؟ نظام تقوم عليه الحكومه متمثله في محمد علي بالاشراف على الاقتصاد جمله وتفصيلا. مستر يعني ايه جمله وتفصيلا؟ هقولها لك دلوقتي على الوايت بورد. من خلال ايه؟ تحديد نوع الغلات التي تزرع والمصنوعات التي تنتج، وتحديد اثمان شرائها واثمان بيعها. يعني محمد علي اللي هيحدد سعر البيع وسعر الشراء. طب مستر معلش اشرحها لي. تعالى يا قلبي. دلوقتي محمد علي الراجل ده حسن الجوده وحسن السعر.
فانت هتيجي تبص هتلاقي ان محمد علي بيقول لك جمله وتفصيلا. مستر ممكن تشرح لي يعني ايه جمله وتفصيلا؟ قال لك دلوقتي احنا الراجل ده عايز يصدر لاوروبا وعايز يكفي السوق المحليه، يبقى انت هتقول لي كده انا عندي محلي داخل مصر وعندي تصدير يعني اوروبي. طيب التفصيل ان انا محتاج للسوق المحلي كذا والسوق الاوروبي كذا. طيب تيجي نشرحها على الطماطم. تعالى يا باشا نشرحها على الطماطم. انا دلوقتي السوق المحلي محتاج 40 كيلو طماطم، تمام؟ والسوق الاوروبي محتاج 20 كيلو طماطم. يبقى انا الجمله دي المفروض تطلع لي كام؟ 40 زائد 20 60. قال لك هم هنا بيطلعوا لي، استنى ما نمسح دي كده، الفلاح بيطلع لي 80. مستر طب ما كده في 20 زياده. قال لك ال 20 زياده دول هيترموا اهو، ال 20 زياده ايه؟ هيترموا. يبقى كده في 20 خساره. طيب نبص مثلا على البطاطس. قال لك السوق المحلي محتاج بلون تاني اهو عشان تبقى فاهم، لان الاصفر ده ما بيبانش. ماشي، السوق المحلي محتاج بطاطس 50 والاوروبي محتاج بطاطس 50، يبقى كده كام؟ 100. يبقى احنا جمله محتاجين 100. قال لك اللي طلع لك 70، يبقى انت ناقص لك كام؟ ولا اقول لك خليها 20 يا عم. طلع لك اهو 80، يبقى انت كده ناقص 20. اذا انت هنا عندك عجز في 20 وهنا كان عندك زياده في 20. فمحمد علي قال لك طب وانا ليه ازرع طماطم زياده؟ طب ما انا اخليهم يزرعوا لي 60 كيلو طماطم اللي هيكفيني بالظبط، ونزود ال 20 الزياده دول في البطاطس فازرع 100 بدل 80 يكفيني برضه. اذا محمد علي هنا طبق الاكتفاء الذاتي. يبقى كده محمد علي من خلال الاحتكار هيطبق ايه؟ والاشراف على الانتاج جمله وتفصيلا اهو. اذا هو طبق الاكتفاء الذاتي. حلو حلو. طب تعالى الجنب الثاني. يبقى انت عندك اوروبا، محمد علي عايز يصدر لهم 60 كيلو والسوق المحلي مطلوب من محمد علي 40 كيلو. يبقى كده محمد علي يزرع كام؟ ده التفصيل. الاجمالي احنا محتاجين 100، يبقى كده محمد علي يقوم بزراعه 100 كيلو طماطم. طيب يبقى كده هو اشرف على الانتاج جمله وتفصيلا. التفصيل يبقى السوق الخارجي محتاج كذا والسوق الداخلي محتاج كذا. حلو يا باشا؟ حلو. طيب لو محمد علي مش عامل كده، قال لك الفلاح هيزرع طماطم لانه مش هيهتم الدوله عايزه ايه. الدوله عايزه بطاطس يا ابني، بس انا شايف ان الطماطم احلى. طب لو ما عملش كده محمد علي هيطلع عندي عجز. طب وانا مش عايز احقق ايه؟ العجز، لان محمد علي عايز يعمل فائض في الانتاج. طب لما يعمل فائض في الانتاج يقدر ان هو يعمل تصدير، ولما يعمل تصدير يبدا ان هو ينافس الدول الاوروبيه. مستر طب قبل ما ندخل على الشرح، محمد علي دلوقتي بينافس ايه؟ الدول الاوروبيه. طيب ما هو يا مستر كده الدول الاوروبيه هتزعل من مين؟ من محمد علي. يبقى الاحتكار اللي عمله محمد علي ده اهو احتكار هيؤدي الى ايه؟ قال لك هيؤدي الى العداء مع الدول الاوروبيه. طب هي الدول الاوروبيه دي زعلانه ليه يا مستر؟ قال لك لان محمد علي كده جه على القوميه الاوروبيه. فالدول الاوروبيه تبدا ان هي تدخل في عداء مع محمد علي لما يطبق عندك نظام اسمه نظام الاحتكار. حلو حلو. طيب نخش على الملزمه. اول حاجه قال لك اهو عرفنا ان محمد علي هو اللي هيحدد ثمن البيع وثمن الشراء وهيشرف على الانتاج جمله وتفصيلا، وهيحدد نوع المزروعات التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج. طيب فيبدا محمد علي يقول لك والله العظيم نظام الاحتكار ده يا باشا زي دلوقتي نظام اسمه النظام الاشتراكي، زي النظام اللي اسمه نظام ايه؟ الاشتراكي. طيب فمحمد علي نيجي نبص مستر هي الدوله العثمانيه كانت بتعمل كده؟ لا. يبقى اختلف نظام الاقتصاد في عهد محمد علي عن عهد العثمانيين. تمام؟ طيب يجي بقى محمد علي يقول لك انا ههتم بالزراعه ازاي؟ قال لك بتغيير اوضاع الملكيه. لا مستر معلش،
هو ازاي هيغير اوضاع الملكيه؟ يعني كان الفلاح هيتملك الارض؟ لا. مش احنا الحصه اللي فاتت قلنا ان محمد علي سحب الاراضي من الملتزمين؟ مش فاكر يا مستر، والله يخرب بيتك يا ابني، ايام الازمه الاقتصاديه في 1808. افتكرت ده لما سحب الاراضي من الملتزمين وبقت الاراضي ملك للدوله. عليك نور. فدلوقتي محمد علي يبدا يوزع الاراضي على مين؟ على الفلاحين. يبقى الفلاح اللي كان معاه فدان بقى معاه 2 فدان، فبالتالي ملكيته زادت ولا قلت؟ زادت يا مستر. طب كده النظام ده انتفاع ولا مش انتفاع؟ قال لك انتفاع يا باشا. يبقى انت بسم الله الرحمن الرحيم يؤخذ على محمد علي ان هو ترك نظام الانتفاع. هو غير الاوضاع الملكيه بس هو سايب نظام الايه؟ الانتفاع. يعني الفلاح بمجرد ما يموت الارض ترجع للدوله. تمام؟ طيب فقال لك اهو الغاء نظام الالتزام ومصادره اراضي الملتزمين وتسجيلها باسم مين؟ الدوله. طيب بعد كده يجي محمد علي يقول لهم انا عايز بقى اطبق الاحتكار في الزراعه. هتطبق الاحتكار في الزراعه ازاي؟ قال لك دلوقتي الفلاح ده يعني تعبان، فصعبان عليا. طب هتعمل له ايه وهو تعبان؟ قال لك انا عايز ازود الانتاج. طب انت هتزود الانتاج ازاي؟ يعني ازرع الارض اكتر من مره، مش دلوقتي. طيب فتيجي تبص تلاقيه يدي للفلاح احتياجات الزراعه. يعني ايه يا مستر هيدي له احتياجات الزراعه؟ قال لك لو انت محتاج بذور محمد علي يديها لك، لو انت محتاج مواشي محمد علي هيديها لك. طب وفلوسها؟ مش هياخد فلوس، اصل احنا فلاحين معناش فلوس. قال لك لا، ده محمد علي هيخصم فلوسها عند تسليم المحصول. يعني انت دلوقتي الحاجه دي بفلوس ولا ببلاش؟ قال لك لا بفلوس. وفلوسها ديت تتخصم امتى؟ اهو يخصم ثمنها من قيمه المحصول عند تسليمه. يعني محمد علي دلوقتي اشتغل في التمويل، تمويل زراعي. يعني بيتشابه مع البنك ايه؟ حاليا مع البنك الزراعي. فيجي الفلاح زرع الارض الزراعيه وراح يبيع، فمحمد علي قال له استنى استنى، الطماطم ديت انت بتباعها بكام؟ قال له ب 2 جنيه. قال له بجنيه. قال له انت بتقول ايه؟ قال له بجنيه. قال لا مش بايع لك. طب خلاص روح شوف حد يشتري منك. فيلف الفلاح ما يلاقيش حد يشتري منه. ليه؟ لان محمد علي اصبح هو التاجر الوحيد. فغصب عن الفلاح يروح بايع لمحمد علي عشان الطماطم ما تبوظش. يبقى محمد علي اللي هيحدد ثمن ايه؟ الحاجه. فتلاقي ان محمد علي الزم الفلاح بزراعه ما تقرره الحكومه. يعني انا قلت له زراعه طماطم، قال لي حاضر من عينيا، اعتبرها طماطم دي. تمام؟ طيب عشان يقدر يسيطر على ايه؟ الانتاج. مستر انت لسه شارح لي دي من شويه لما قلنا هيسيطر على الانتاج جمله وتفصيلا، صح؟ يبقى هيسيطر عليها ان هو هيلزم الفلاحين بزراعه ما تقرره ايه؟ الحكومه، عشان يسيطر على ايه؟ على الانتاج. ويقدر لما يسيطر على الانتاج يعمل فائض، ولما يعمل فائض يقدر يعمل تصدير. تيجي بقى تبص ازاي محمد علي طور الزراعه. قال لك والله هيمر بكذا مرحله. طيب زي ايه يا مستر؟ قال لك الراجل ده لقى الفلاح تعبان، فقال له والله يا فلاح انا عايز مصلحتي مش مصلحتك، فانا هخليك تستريح. تمام؟ طيب ازاي؟ قال لك انا هجيب لك اساليب زراعيه حديثه. انت بتزرع بايه؟ قال له بركب الحماره وامشي اروح نازل بالفاس اضرب في الارض ازرع الارض. قال له لا انا هجيب لك جرار. جرار؟ ايه الجرار ده؟ ما اعرفش انا الكلام دوت يا باشا. قال له يا عم الحاج ده اساليب زراعيه حديثه تقدر ان هي تزود الانتاج. يبقى الاساليب ديت لزياده ايه؟ الانتاج. يبقى محمد علي كده بينفع الفلاح ولا بينفع الدوله؟ الاثنين يا مستر. بس محمد علي بيعمل كده عشان ينفع الفلاح ولا الدوله؟ لا عشان الدوله، عشان يعمل زياده في ايه؟ في الانتاج الزراعي. وفي نفس الوقت الجهد على الفلاح يزيد ولا يقل؟ هيقل. يبقى هنا تقليل الجهد على الفلاح. طيب الفلاح ما عرفش يستخدم المعدات الزراعيه الحديثه، قال لك يا دي النيله، خلاص انا هجيب لكم ناس من بره تعلمكم، شويه اجانب. فراح محمد علي استقدم المدربين من كل مكان، وهيبدا ان هو يقول لهم يا جماعه انتوا هتعملوا كذا وكذا 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 وكذا، تعلموا لي الشعب الفلاح ده. تمام؟ طيب يبدا بعد كده محمد علي يقول لك هو انا هفضل اجيب اجانب؟ طب ما انا اعمل لهم مدرسه. فيعمل محمد علي مدرسه زراعيه، فانشا المدرسه الزراعيه واهتم بالتعليم ايه؟ الزراعي. فيعمل مدرسه للزراعه. مين اللي هيعلمهم؟ ما عندناش حد يعلم، فيجيب لهم ايه؟ خبراء اجانب. يبقى محمد علي دلوقتي اول واحد يجيب بعثات اجنبيه من الخارج واول واحد يبعت بعثات اجنبيه للخارج. الاثنين، اول واحد يجيب واول واحد يبعت.
طيب فهنا محمد علي قال لك انا عندي مشكله. ايه المشكله؟ بص، لا احنا محتاجين ديت نشرحها لوحدها يا قلب المستر. دلوقتي زمان كانت مصر كده بتزرع الجزء الاخضر اهو هنا كده، دي كده الاراضي الزراعيه، تمام؟ طب مستر ما في حته ارض هنا كده ما بتتزرعش؟ قال لك لا ما بتتزرعش. طب وفي حته ارض هنا كده ما بتتزرعش؟ لا. طب واللي هنا؟ لا. طب والاراضي دي ما بتتزرعش؟ طب واللي تحت يا مستر؟ ما بيتزرعش اهو. ليه يا عم؟ ما بيوصلوش ميه، تمام؟ فيجي محمد علي يقول لك الله، طب ما احنا نوصل لها ميه. ادي ترعه، وادي ترعه، وادي ترعه ثانيه اهو. يبقى محمد علي كده بيعمل ايه؟ ترعه، يعني بيعمل نظام الري. يبقى محمد علي اهتم بنظم ايه؟ الري، فانشا الترعه. طيب جه يبص محمد علي قال لك هو ايه اللي بيحصل هنا؟ دي بتبقى ميه كده، شايف انت المثلث ده؟ بيبقى كله ميه زي حوض الميه اهو. فقال لك يا عم ايه اللي بيحصل في الدلتا؟ قال لك الدلتا بيحصل فيها الفيضان. طيب الفيضان ده بيخليها شبه حوض ايه؟ شبه حوض الميه، فكان الري هنا اسمه الري الحيضي. يبقى الري اللي كان في الدلتا اسمه الري الحيضي. ايه الحيض ده؟ يعني الحوضي، جاي من كلمه حوض. تيجي محمد علي يقول لك لا، انا عايز ازود الانتاج مع الحفاظ على الارض. طب ده دلوقتي مستر ده زود الاراضي اهو. يبقى الراجل ده كده عمل توسع افقي. يعني ايه توسع افقي ده؟ انت عندك محور راسي وعندك محور افقي، تمام؟ انا عايز اوسع الارض، فانا مشيت على ايه؟ على الارض اهو. هوسع الارض ازاي؟ ادي قطعه ارض، يبقى ده كده توسع ايه؟ افقي. طب لو انا هطلع كده راسي، فيجي محمد علي يبص على الدلتا يقول لك هي الدلتا دي بتتزرع كم مره في السنه؟ نقول له مره، نستنى يجي الفيضان يملاها ميه ونزرعها. قال لك لا لا لا، الكلام ده يا ابني ما ينفعش معايا، اعمل لي هنا سد. سد هي مش بمعنى سد. يعمل محمد علي حاجه اسمها القناطر الخيريه. في القناطر الخيريه تمنع الميه. تعال بص، التوسع الافقي يعني زياده مساحه الاراضي الزراعيه اهو، زياده الاراضي. طيب تيجي تبص تلاقي محمد علي عمل لك كده، ديت القناطر الايه؟ الخيريه. القناطر الخيريه مهمتها ان هي تحجز الميه ما توصلش الى الدلتا، وبدل ما نزرع الدلتا دي مره واحده لما تبقى ري حيضي، نزرعها هنا 3 مرات. يبقى محمد علي كده زود الارض الزراعيه ولا زود الانتاج الزراعي؟ مستر، هي قطعه الارض ثابته، بس بدل ما كانت بتتزرع مره بقت بتتزرع 3. يبقى هو حافظ على قطعه الارض زي ما هي وزرعها كم مره؟ 3. يبقى كده زود الانتاج الزراعي. يعني التوسع ده توسع راسي ولا توسع افقي؟ لا انا زودت الانتاج الزراعي، هي نفس قطعه الارض وعمال يطلع فيها زرع، يبقى انا كده بزود ايه؟ الزرع، يبقى انا بعمل توسع راسي. الف ب ابتدائي. طيب فيجي محمد علي اهو يقول لك تحسين طرق الري عن طريق شق الترع وحفر القنوات، ويعمل العديد من القناطر زي الخيريه اللي موجوده في شمال مصر، اللي هتحول شمال مصر او هتحول الدلتا من الري الحيضي الى الري الدائم، تمام؟ يعني مين هنا اللي حسن اراضي الوجه البحري؟ القناطر الخيريه، وزودت مساحه الرقعه الزراعيه اللي هي تحسين طرق الري. طيب يجي محمد علي بقى يقول لك دلوقتي انا عايز اصنع. طب هتصنع ايه؟ هصنع ملابس كمان شويه. طيب فعشان اصنع ملابس احنا قلنا هنهتم بالجوده. وحياه امك لو ما ركزت الجوده اهو، لا انا ههتم بايه؟ بالجوده. طيب فيجي محمد علي عشان يهتم بالجوده يقول لك انا هحسن زراعه القطن. هحسن زراعه ايه؟ القطن، تحسين الجوده عشان اقدر انافس الاسواق الاوروبيه. وانا اعمل حاج مش عاجبني القطن بس، انا هدخل لك كمان محاصيل جديده. هتدخل ايه؟ قال لك هدخل اشجار التوت عشان اربي على التوت ده دوده اسمها دوده ايه؟ دوده الأز، عشان تطلع لي حرير. مستر لا لحظه واحده بقى يا مستر كده، انت قلت لي ان مينو
كانت السفن تحمل بالبضائع مثل الحرير والقطن والشيلانه القطنيه وبتروح الى جده وينبع. طب ما احنا كده عندنا حرير اصلا. لا يا قلبي، يا قلبي، الحرير اللي كان عند مينو كنا بنستورده من اوروبا ونصدره، تمام، او بيستوردوا من تحت كده من افريقيا ويصدروا، يعني ده كان حرير مستورد اصلا. حلو، زي الفل. انما محمد علي هيعمله في مصر، هيجيب اشجار التوت ويربى عليها دوده الأز، ودوده الأز بتروح منزله بيضه كده تنفجر تبقى حرير. طيب بعد كده محمد علي يقول لك انا هدخل زراعه حاجه جديده كمان. هتدخل ايه يا علوه؟ قال لك هدخل نبات اسمه نبات النيله الهنديه. قال لك دي زمان النيله الهنديه ده يا مستر، زمان كان في صبغه زرقاء كده الناس بتعمل بيها الهدوم، فكان لما يموت جوزهم يروحوا حاطين ايدهم في الصبغه ويقعدوا يلطموا على وشهم. ليه؟ عشان وشهم يفضل مليان صبغه. طيب عشان كده بيقول لك ده ايه؟ ده نيله اهي، نيله الهنديه، عشان وشك يبقى ازرق، عشان ما بتذاكرش. طيب فتيجي تبص تلاقي ان محمد علي، مستر لا استنى قبل ما ندخل على محمد علي، طب ما مين هو كمان والحمله الفرنسيه دخلت محاصيل جديده، يبقى كده تشابه محمد علي مع الحمله الفرنسيه في ادخال محاصيل جديده، صح؟ طيب يبقى محمد علي اهو لما يهتم بتحسين زراعه القطن يقدر ان هو يزود صناعه الغزل والنسيج، قطن وحرير، وبعد كده اهتم بتربيه دوده الأز عشان يقدر يعمل حرير، يعني بعض المحاصيل الصناعيه. اول واحد اهتم بتطوير الزراعه الفرنسيين. طيب نيجي على الصناعه. قال لك محمد علي اول ما مسك الدوله قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، الصناعه لا تلائم حاجه الجيش والاسطول. ايه ده؟ ايه يا عم اللي جاب الصناعه للجيش والاسطول؟ قال لك ما انا عايز اعمل قوه ذاتيه، عايز اعمل قوه ذاتيه. يا مستر انت قلت لي هنا ان اصلا محمد علي لما يبدا يعمل الاحتكار الدول الاوروبيه هتزعل، صح؟ العداء مع الدول الاوروبيه، فممكن الدول الاوروبيه تتخذ طرق غير شرعيه وتزعل من نظام الاحتكار فتيجي تحارب محمد علي، صح ولا مش صح؟ صح يا مستر. الناس ديت ما بتصدق، ده هم اصلا دول استعماريه. فمحمد علي عشان يقدر يطبق الاحتكار وعشان يقدر يتفادى العداء مع الدول الاوروبيه فيقول لك الصناعه لا تلائم حاجه الجيش والاسطول، يعني انا رقم واحد قدامي ايه؟ الجيش والاسطول. يبقى محمد علي هيصنع عشان يعمل جيش واسطول. زي الفل، زي الفل. طيب كمل معايا. فتيجي تبص تلاقي ان محمد علي بيقول لك اهو الصناعه لا تلائم حاجه الجيش والاسطول بسبب التدهور الثقافي. ايه يا مستر التدهور الثقافي ده؟ قال لك ما كانش فيه تعليم. التعليم يا مستر كان مرتكز على مين؟ قال لك على الازهر الشريف، هنحتاجه كمان شويه الحصه الجايه باذن الله. فمحمد علي قال لك لازم الصناعه تخضع لنظام اسمه نظام الاحتكار. ليه يا عم؟ قال لك عشان اقدر ابني او اعمل اهداف بناء القوه الذاتيه، يعني انا عايز اعمل قوميه. لو محمد علي عايز يعمل ايه؟ قوميه، تمام؟ طيب فطبق بقى الاحتكار ازاي؟ قال لك تعالى شغال ايه؟ انا فلاح. خلاص خلصتك. طيب وانت شغال ايه؟ انا حلاق. مش عايزك. طب وانت شغال ايه؟ نجار. قال له تعالى انت هتنفع. هنفع في ايه؟ خد حته الخشب دي صنعها لي. طيب وانت شغال ايه؟ خياط. تعالى انت جامد. خد القطن ده طلعه لي ملابس. ايه ده؟ يبقى محمد علي دلوقتي بدأ هيشغل الصناعه. طب هو دول الناس دي كانت شغاله في ايه؟ في الصناعات اليدويه. حلو، حلو، يعني اللي كانوا تحت طوائف ايه؟ الحرف. فمحمد علي يقول لهم تعالوا انا هديلكم الماده الخام صنعوها. يبقى يجي محمد علي يبدا ان هو يمد الصناع بالمواد الخام. فالراجل الخياط ده يقول له محمد علي بكم حته القماش دي؟ بجنيه. ليه؟ ده احنا بنشتريها بنص جنيه. قال لا هي بجنيه. تمام؟ فمين اللي حدد الثمن دلوقتي؟ محمد علي. فيجي الراجل الصانع ده يقول له مش هشتري منك، انا رايح اشتري من اي واحد تاني. فما يلاقيش حد يبيع له، فغصب عنه يشتري من مين؟ من محمد علي. يبقى كده مين اللي حدد الثمن؟ الحكومه. يبقى الصانع بيشتري الماده الخام بالثمن اللي تحدده مين؟ الحكومه. طيب بعد كده قال لك يعتبر محمد علي اهو هو بدور الممول، يعني زي الزراعه، يعني بنك مين دلوقتي؟ بنك التنميه الصناعيه. زائد ان الراجل الصانع ده يجي يبص بعد ما يصنع حته القماش يقول له هتباعها لمين؟ هباعها لاي حد. بكام؟ ب 3 جنيه. فما يلاقيش حد يشتريها غير محمد علي، فمحمد علي يقول له هشتريها ب 2 جنيه. اقول لك كتير 2 جنيه، بجنيه ونص. ليه يا عم انت بتظلمني؟ قال لك لا مش انت الاول كنت بتصنع قطعه، دلوقتي هتصنع 10 قطع، يعني المكسب كتير ولا قليل؟ اه يا مستر كتير.
طيب بعد كده قال لك هو الراجل ده هيرفع اسعار بيع الماده الخام ويقلل اسعار الشراء. طيب انا مش فاهم الكلام ده. تعالى دلوقتي ده الصانع اهو، ده صانع اهو، وهنا كده الراس الكبيره ده محمد علي. فمحمد علي يقول له يا عم الحاج الماده الخام اللي انا هديها لك متر القماش بجنيه. هو اصلا متر القماش كان بكام؟ قال لك متر القماش يعتبر كان بنص جنيه. فهنا الراجل ده ياخد متر القماش بكام؟ 1 جنيه يصنعه، فيخلص تصنيعه يجي يبيعه. هو كان بيتباع ب3، المفروض يتباع ب3 اهو، السعر بتاعه 3 جنيه. فمحمد علي يقول لهم لا استنى ده، انت هتبيعه ب2 جنيه. يعني الراجل ده اشتراه بجنيه وباعه ب2 جنيه، ما الراجل ده يعتبر خسران. ومحمد علي اللي كان المفروض يتباع بنص جنيه باعه بجنيه، يعني كسب نص. واللي كان المفروض يشتريه ب3 جنيه هيشتريه ب2 جنيه، يعني كسب 1 جنيه. اذا محمد علي طلع بكام مكسب؟ بجنيه ونص اهو. يعني مين اللي حقق فائض مالي؟ محمد علي. ومين اللي خسران؟ الصانع. مستر الصانع كده مش هيخسر، لان محمد علي هيخليه يصنع كتير. فالراجل ده لما يكسب جنيه في 1000 قطعه فهو كده كسب 1000 جنيه. انما قبل محمد علي كان بيصنع 10، فهو كده كان هيكسب قبل محمد علي 20 جنيه. يبقى انا احسن اصنع كتير واكسب قليل، ولا اصنع قليل واكسب كتير؟ لا، اصنع كتير واكسب قليل. فده اللي محمد علي عمله. فالصنع كده يفرح ولا يزعل؟ يفرح يا مستر، ده الصنع ده بعد ما كان زعلان بقى اهو مبتسم، هو كده بقى عنده دقن اهو، بقى فرحان. تمام. طيب فتيجي تبص يا عم الحاج تلاقي ان طوائف الحرف موجوده ولا مش موجوده؟ قال لك اكيد موجوده، بس دورها هيزيد ولا يقل؟ قال لك دورها هيقل. يبقى طوائف الحرف موجوده ولكن قل دورها. فهنا عندك هو بيقول لك هدفت سياسه محمد علي الى تحقيق الربح والفائض المالي لمين؟ للحكومه. يعني مين اكتر واحد مستفاد؟ محمد علي. فيجي محمد علي يبدا يعمل مصانع بقى، ويبدا ان هو يتخذ شويه اجراءات عشان يطور الصناعه. زي ايه؟ قال لك ان هو يعمل مصانع حكوميه، المصانع كلها بتاعه الدوله. طيب وبعد كده قال لك المصانع دي بتتبع مين؟ الدوله. اشمعنى؟ عشان يوفر الصناعات المطلوبه اللي هيقدر يعمل بيها تصدير. مش الراجل ده بيشرف على الانتاج جمله وتفصيلا؟ فانا محتاج حاجات، يبقى انا اسيطر على المصانع عشان اقدر اوفر الصناعات اللي انا عايزها او المنتجات اللي انا عايزها. طيب بعد كده محمد علي لقى مشكله. ايه يا عم المشكله؟ قال لك محمد علي قال لهم مين اللي هيشتغل في المصانع؟ قالوا مش احنا. يا ابني ليه مش هتشتغل في المصنع؟ قال لك انا فلاح. بقول لك مش فلاح. امال منين؟ يعني من سنداوي. طب انت فلاح ليه؟ انا بحب الارض الزراعيه. تمام. فمحمد علي يا ابني اشتغل في الارض، يقول لا انا فلاح. فمحمد علي بيقابل مشكله ان هو مش لاقي حد يشتغل في ايه؟ في المصانع. فتيجي تبص كده محمد علي يعمل ايه بقى في المشكله دي؟ قاعد يفكر يقول لك يا نهار ابيض، يعني انا عملت المصانع ومش لاقي حد يشتغل في المصانع. فمحمد علي نازل يتمشى في الشارع، يبص كده لقى شويه عيال شوارع. عيال شوارع؟ يا مستر عيال شوارع. قال لك هم دول اللي ينفعوا. لمين العيال دي كده؟ هتعمل ايه بالعيال؟ يخرب بيتك. قال لك العيال دي اللي هتشتغل في المصنع. فاجبر مشايخ الحارات على جمع الصبيه من الشوارع للعمل في المصانع. طب مستر ده هو كده خلى مشايخ الحاره تلم له شويه العيال. عارف انت زكي شان وهو ماشي كده مع شويه العيال حرفيا. تمام. يشتغلوا في مصانع الدوله اجباريا. مستر انا اقدر اقول لك ان هو كده حل مشكلتين. ازاي؟ اشتغل معايا الله ينور عليك. مش هو كده حل مشكله اجتماعيه ان هو شال الصبيه من الشوارع او الاطفال المتشردين من الشارع؟ وهيدخلهم المصانع يتعلموا يشتغلوا في المصانع. فالمصانع كده اكنها مدرسه صناعيه. تصدق؟ طيب الناس دي هتشتغل بفلوس ولا من غير فلوس؟ لا هياخدوا فلوس، ولكن اجور رمزيه. طب ما كده مستر الصبيه او اطفال الشوارع دول فرحانه. بالظبط. طيب فهنا المصلحه ما بينهم مصلحه مشتركه. محمد علي لمهم من الشارع وفادهم، وهم هيفيدوا محمد علي ان هم يشغلوا المصانع. تمام. طيب بعد كده يلاقي الناس مش فاهمه في المصنع. يا نهار ابيض،
طب انت هتعمل ايه؟ قال لك هجيب لهم خبراء من الخارج، زي ما عملت في ايه؟ في الزراعه يا مستر. طيب يعلمهم كل حاجه، فبالتالي انت حصل عندك انفتاح على الحضارات الاوروبيه، يعني انت اخذت من الحضارات الغربيه. يعني كانت التجربه الغربيه نفعتنا ولا ما نفعتناش؟ نفعتك. طيب قال للناس دي اللي هم الخبراء ايه رايكم تترجموا الكتب؟ قالوا لا مش مترجمين كتب. قال لهم عنكم ما ترجمتوا، انا هبعت مصريين تترجم. وراح جاي باعت بعثات للخارج عشان تعمل ايه؟ تترجم الكتب. الله. فازدهرت عندك كده حركه اسمها حركه الترجمه. محمد علي خلى من الصناعه اهو طور حركه اسمها حركه ايه؟ الترجمه، واستفاد بالتجربه الغربيه، يعني استفاد بالقوميه الغربيه. طيب فقدر محمد علي ان هو يطور الصناعه في مصر وينشئ مصانع كتير في مصر، والحمد لله هنصنع. وما تنساش الصناعه لحاجه الجيش والاسطول، او لخدمه الجيش والاسطول. بعد كده التجاره. طيب محمد علي يقول لك انا بطبق ايه؟ الاحتكار. تمام؟ فالاحتكار هتطبقه على التجاره ازاي؟ قال لك دلوقتي يا عم الحاج احنا هنيجي نقول لك ولا حد هيبيع ولا حد هيشتري. تمام؟ زي الفل. فانت ازاي ولا حد هيبيع ولا حد هيشتري؟ قال لك يعني محمد علي هو اللي هياخد من الصانع، وهو اللي هياخد من الفلاح، وهو اللي هيشتري منهم، وهو اللي هيبيع لهم. فمين اللي هيختفي دوره؟ قال لك التاجر المصري. تمام؟ فانت عندك كده التجاره الداخليه بقت في ايد محمد علي. طيب مستر، طب ما كده التاجر المحلي هيروح فين؟ هيختفي. يعني انت عندك واحد اسمه احمد المحروقي اختفى. تمام؟ طيب فتبص تلاقي عندك مشكله جامده. ايه يا باشا المشكله الجامده؟ قال لك دلوقتي لما التجار تختفى فالهرم الاجتماعي المصري هيتغير ولا مش هيتغير؟ هيتغير يا مستر. فتيجي تبص تلاقي ان انت اثرت عندك هنا على الهرم الاجتماعي. اشمعنى؟ قال لك اختفت طبقه التجار. يبقى هنا سياسه محمد علي ادت الى اختفاء طبقه اسمها طبقه ايه؟ التجار، زي واحد اسمه ايه؟ احمد المحروقي. طيب فبالتالي مين اللي اتاثر بالسلب يا عم الحاج؟ التاجر المصري. تيجي تبص محمد علي لما يبيع ما يبيعش للتاجر المصري، هيبيع لمين؟ للتاجر الاجنبي. بالله عليك اوعى تنسى محمد علي عمل زي الدوله العثمانيه. مستر يعني عامل زي الدوله العثمانيه؟ قال لك فاكر لما السلطان العثماني كان بيبيع للاجانب وبيدي لهم امتيازات اجنبيه؟ اه فاكر. فهنا محمد علي يبدا هو كمان يدي لمين؟ للتاجر الاجنبي، يعني امتيازات ايه؟ اجنبيه. فبالتالي ده زي ايه؟ قال لك زي الدوله العثمانيه. حلو؟ حلو. فهنا بيتشابه محمد علي مع الدوله العثمانيه في نقط، في اعطاء امتيازات اجنبيه لمين؟ للاجانب، او امتيازات للاجانب. طيب فتيجي تبص على التجاره الداخليه، قال لك محمد علي هيمسك هو التجاره الخارجيه هيمسكها هو مباشره. ازاي يا عم الحاج هتمسكها؟ قال لك انا هبيع للتجار الاجانب سواء في الداخل او في الخارج. فمين اللي دورهم هيزيد؟ التجار الاجانب. تمام؟ فهنا محمد علي اهمل التاجر المصري واهتم بالتاجر الاجنبي، يعني زي الدوله العثمانيه. فجه واحد خاله في الامارات قال له بالله عليك يا خالد بعت له ايفون 17. قال له اسكت، انت ما تعرفش ان محمد علي اللي ماسك الدوله؟ قال له هيعمل ايه يعني؟ قال لك هياخد ضرايب. طب اشمعنى هياخد ضرايب؟ قال لك لان محمد علي مش عايز الواردات. اهو الدوله القويه هي التي صادراتها تزيد عن وارداتها، فانا هقلل الواردات ازاي؟ عن طريق احتكار تجاره الواردات. مفيش حد يستورد حاجه هنا، مفيش حد هيستورد. عاجبك البضاعه المصريه اشتريها، مش عاجبك مفيش استيراد. تمام؟ فمحمد علي يقول لك اهو لم يشجع الاستيراد، لانه كان يرى ان الدوله القويه هي التي تزيد صادراتها عن وارداتها. وقال الفيديو ما تسمعوش على اكس 2 هنستطيع خلقه. طيب فلما محمد علي يعمل كده قال لك يقدر ان هو يحقق الاكتفاء الذاتي. مستر هو الصناعه كانت ليه؟ قال لك لان الصناعه لا تخدم حاجه الجيش والاسطول. لا ما تنسى الصناعه عشان حاجه الجيش وايه؟ والاسطول. طيب مين اللي يزيد دوره؟ التاجر الاجنبي. مين اللي يقل دوره؟ التاجر المصري. فمحمد علي هيعتمد دلوقتي على موارد داخليه ولا موارد خارجيه؟ يا مستر موارد داخليه، سواء من الزراعه او الصناعه اللي هيعمل بيهم تجاره. حلو. يعني احنا اعتمدنا على الموارد الداخليه، يعني قدر محمد علي ان هو يبني القوه الذاتيه. طيب ومعنى ان هو هيصدر يبقى هو عمل فائض، يعني عمل اكتفاء ذاتي. طيب تيجي تبص بقى على النقل والمواصلات. مستر دلوقتي كان عندنا مشكله ايام السلطان العثماني. ايه هي؟ قال لك كانت الاوضاع السياسيه بايظه. فالاوضاع السياسيه اللي كانت بايظه كانت مخليه الفلاح
مش عارف ان هو يامن على بضاعته. فانت يا عم محمد علي هتعمل ايه؟ قال لك هخلي الفلاح يامن على بضاعته. ازاي؟ قال لك ههتم بالنقل والمواصلات وههتم بكل حاجه في الدوله تديني امن واستقرار. مش فاهم. تعالى. قال لك دلوقتي مش انا عشان انقل البضاعه محتاج ان انا اعمل لها تصريف ونقل؟ طب انا محتاج يا عم الحاج وسائل نقل. حلو. عشان اقدر اصرف الانتاج الزراعي ابعته للمصانع، واصرف الانتاج الصناعي اعمل بتجاره. تمام؟ فانا عشان اعمل الاثنين دول محتاج نقل ومواصلات، فانا محتاج بنيه ايه؟ تحتيه. فمحمد علي يهتم ان هو يحسن البنيه التحتيه. ازاي بقى؟ قال لك دلوقتي انا هروح احسن الطرق البريه. طيب حلو. مستر، كان في ايام المماليك انا فاكر ناس اسمهم القراصنه، وكان في غارات البدو المتلاحقه، فاحنا كده مش هنعرف نبيع بسبب غارات البدو المتلاحقه، مش هنعرف نتاجر بسبب القراصنه. قال لك مين قال لك كده؟ ده محمد علي بيقول لك انا همهد الطرق البريه وهصلح المواني وخاصه ميناء اسكندريه، وهروح اعمل اسطول في البحر الاحمر واسطول في البحر المتوسط. حلو حلو. فلما اجي امشي الاسطول في البحر الاحمر الاقي في قراصنه. عارف انت القرصان؟ عارف. فيروح محمد علي قاتلهم. يروح محمد علي ايه؟ قاتل القراصنه ويطهر القراصنه من البحر الاحمر، فبالتالي يقدر ان هو يخلي فيه امن. مستر، كان في ناس مهمه جدا انت ناسيهم مش موجودين هنا يا مستر، لان انا مذاكر كويس. مذاكر ايه قلب المستر؟ قال لك في ناس اسمهم البدو. طيب فين البدو في دول؟ قال لك محمد علي هتاخد كمان شويه ان هو هيدي لهم اراضي زراعيه ان شاء الله هتكتب كده. لمين؟ لزعماء البدو. مش فاكر. فاحنا لما ندي اراضي زراعيه لزعماء البدو، هل هيعملوا غارات ولا بقى معاهم فلوس؟ بقى معاهم فلوس. اذا بقى في امن ولا مفيش امن؟ بقى في امن. في استقرار ولا مفيش استقرار؟ في استقرار. فيجي محمد علي يقول لك دلوقتي انا عملت سفن الحمد لله، وعملت مواني الحمد لله. مين اللي عمل الاثنين دول قبل كده؟ مين يا مستر؟ لما راح صلح الترسانه بتاعت مراد. صح، ده مينو كان صلح السفن هو كمان والمواني. طيب فتيجي تبص تلاقي الملكه فيكتوريا بعت لمحمد علي بتقول له لو سمحت يا عم محمد، عارف انت الملكه فيكتوريا؟ حلوه والله. تقول له يا عم محمد يا علي احنا عايزين مكان قريب من قناه السويس نعمل فيه فندق عشان الناس الاجانب اللي هتيجي تعمل تجاره من عندك. مستر لا لحظه، انا عارف ان انجلترا بتعمل تجاره من طريق راس الرجاء الصالح. ازاي الملكه فيكتوريا ملكه انجلترا عايزه تاخد فندق في مصر عشان التجار الاجانب بتوعها؟ قال لك ما الملكه فيكتوريا وانجلترا قررت ان هي تعمل تجاره من مصر بدلا من الدوران حول افريقيا، لان محمد علي طهر البحر الاحمر من القراصنه. فبالتالي انجلترا هتامن على البضاعه بتاعتها ولا مش هتامن؟ تصدق صح يا مستر، ده كده انجلترا تحب تمشي من مصر بدل ما تلف من طريق راس الرجاء الصالح اللي بياخد وقت اطول واللي بياخد فلوس اكتر. فبالتالي احنا نلف من مصر احسن او نمشي من مصر احسن. اذا تيجي تبص تلاقي ان بسبب اللي محمد علي عمله في النقل والمواصلات ففضلت شركه الهند الشرقيه الانجليزيه. مستر لا لحظه، ايه الهند الشرقيه الانجليزيه دي؟ قال لك يا باشا ما هو انجلترا كانت مسميه الشركه بتاعتها اللي في الهند بشركه الهند الانجليزيه. تمام يعني شركه ايه؟ انجليزيه بس مسميه نفسها ايه؟ الهند الشرقيه. طيب فتيجي تبص الناس دول قالوا طب ما احنا نستخدم طريق البحر الاحمر للتجاره بدل من الدوران حول افريقيا. يعني ادت اصلاحات محمد علي بالايجاب او اثرت اصلاحات محمد علي بالايجاب على انجلترا. يا مستر اصلاحات محمد علي والله العظيم اهو اثرت بالايجاب على انجلترا. فهنا بيقول لك ازدهار التجاره مع قاره اسيا فاتسع النطاق الجغرافي التجاري المصري. يعني محمد علي بدا ان هو يتاجر مع قاره اسيا، وكمان اثرت بالايجاب على انجلترا. طيب الاحوال الاجتماعيه دي باذن الله هناخدها الحصه الجايه عشان ما نطولش على حضرتك الفيديو والحصه. ليه؟ لان في هنا كم كبير جدا من المعلومات، فانت تتفرج على الفيديو ده مش فاهم حاجه عيد وارجع من تاني، وقف وعيد من تاني. كل اللي انا قلته اكتبه. ماشي يا باشا؟ ماشي يا حبيبي. مع السلامه، وباذن الله نتقابل الحصه الجايه في باقي درس بناء مصر الحديثه. باي.